شيخ، حلمت قبل كم يوم مم. إني أرضع صديقتي، وثدي ترضعين؟ يعني كان. أيوة. إيه. وثدي كان فيه حليب، وهي كانت يعني نظام هي تعبانة وأنا اللي أعطيتها الحليب عشان هي تعبانة. وكنت أشوف فيه زي وعاء كذا فيه دم، بعدين يقلب إنه خلاص صار ما في دم، صار أبيض عيدي علي، تقريبا. معلش عيدي علي. انت شفتي انت ترضعين صديقتك، أيوة. كان الحليب متوفر، كان فيه وفرة حليب. أيوة. طيب وهي وبعدين؟ كانت تعبانة يعني، هي كانت تعبانة أنا أعطيتها عشان هي تعبانة. طيب وبعدها يعني انقلب الوعاء اللي كان فيه دم، انقلب صار كذا يعني لونه زي الحليب أو صار شفاف. وش اللي انقلب؟ الوعاء كان فيه دم جنبها. يعني انت كنت ترضعينها وكان في وعاء موجود بنفس اللحظة فيه إيه. دم، إيه. أيوة أيوة. انقلب وتحول حليب. أيوة. طيب وبعدين؟ وبعدين ما أدري بس أرضعتها وخلاص. اي، كم عمرها هي؟ فعمري كذا 23 سنة. 23. انت وهي متزوجات؟ لا. هي تعاني من مشكلة صحية في الواقع، او لا ما فقر، أظن. او فقر او دين او هموم او شيء تطلعين عليه؟ لا لا ما أظن. طيب انت قدمتي لها نصيحة او تعطينها من اسرارك شيء، اسرارك الخاصة تعطينها؟ لا لا أبدا. بس أنا يا شيخ شو اسمه، يعني فيني مس، ما أدري لا علاقة ولا لا. لا انا بسألك، لا هو الان يخص البنت هذه، انت قاعدة ترضعين قاعدة ترضعينها. أيوة. اسألك انا، هل البنت هذه انت تعطينها اسرارك او تطلبين منها شيء او إيه احتاج طلبت منها، أنا احتجت منها شيء طلبت منها. احتجتي منها ووافقت على الطلب إيه. وحققت الطلب؟ لا لا بس قالت إنه بتدور لي، قلت لها دوري لي على وظيفة وقالت لي خلاص بدور لك. طيب شوفي، الرؤيا تشير الى امرين، انه انت إيه. هي تقدم لك، ربما تقدم لك خير لانقلاب الوعاء. إيه. بالنسبه للارضاع فيدل على انه انت الله اعلى واعلم. اما انه امرين، طلبتي منها شيء او قدمتي لها امر راح تقدمين لها امر، او انه الله اعلى واعلم في سر من اسرارك راح تخبرينها فيه، سر من اسرارك راح تخبرينها فيه، والسر هذا نافع لكم انتم الثنتين، لانه انت تخبرينها بهذا السر وراح تستفيدين منه. فربما انه هذا السر اللي بلغتيها فيه انه انا احتاج وظيفه وديون او كذا او احتاج وظيفه، يعني إيه. ربما تكون هي من ضمن الاسرار. نعم، لكنه خير تمام. عامه طيب النظام خير. إن شاء الله في مجال نعم، حلم ثاني أو لحظه لا؟ لحظه، ويدل كذلك الدم هذا اللي تحول الى حليب إيه. بعد ما ارضعتها، الله اعلى واعلم انت صحتك راح تتغير جذريا الى الافضل، الى الافضل إن شاء بمشي. الله. إن شاء الله يعطيك العافية. طفل قديم ايه انه ما أدري. يعني يعني أشوف البيت هذا أو مثلا حتى في بيت قرايبنا بعض قديم، إني أطير له يعني ما أدري. مم. انه ايش البيت القديم؟ البيت القديم حقنا دائما أشوفه. مرة شفت إني أنا أفرش البيت القديم يعني فرش حق السرير. مم. هذه آخر حلم، بس أنا دائما أحلم فيه يتكرر، بس هذه المرة إنه فرشت البيت يعني فرش كذا أحمر فرش زي فوم. جديد يعني، وكانه غيرتي الفرش. أيوه. طيب اذا شفتي بالمنام انه انت غيرتي فرش المنزل القديم، هذا يدل على إيه. انه انت قد تكونين مريضه من زمان، او احد من الاهل، الام او إيه. الاب او الاسره، في حد قديم إيه. مرضى، يعني مو بتوه حديث. إيه. اسال الله ان يكون كذلك، راح يشفى باذن الله سبحانه وتعالى بالفرش الجديد. هذا يدل على عافيه، او كذلك ربما عافيه وزواج لك انت شخصيا. نعم. إن شاء الله يعطيك العافية يا شيخ. استودعتك الله. أنا عندي مشكلة بالصداع النصفي، بيجيني دايما والله يا شيخ، وبعدين يعني بيجيني بطريقة كده بخليني أصرخ وأرجع، ويعني بحلم أحلام كده مش حلوة، أحلام كتير بتخوفني، يعني بتخليني يعني أكون خايفة لما أصحى من النوم. طيب انت ليش ما تطبقين اللي احنا قلنا عليه، اللي هو زيت الزيتون عليه سوره الفاتحه وايه الكرسي والمعوذات والايه اللي ذكرت لكم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعطوني في اي سوره، انا عارف كل شيء، بس والله خلاص. وله ما سكن في الليل والنهار. ليش ما تطبقين هذا الامر، تدهنين الراس ليليا وتسوين حجامه عشان يروح الصداع؟ هنا بس مش عارفة إذا كان في ولا لا الحجام، ممكن أسويها لا بس لابد ما ان في بعرف. حجامين، لابد ان في حجامين، ابحثي راح تلاقين حتى بالمستشفيات موجودين. إن شاء الله.
بسويها. لكن بحلم أحلام مش حلوة يا شيخ، يعني دايما أنا أمي متوفية الله يرحمها، أحيانا بتجيني في النوم كتير. قولي اعطيني ما واحد من بعرف، المنامات يلا. يعني أشوفها هي جالسة يعني بتبص علي كده ويعني ما بعرف، كأنها يعني بس بتبص علي كده من بعيد. وما تقرب عليك وما تسلم وما تشوفينها، يعني بس من بعيد لا تشوف. لا متى توفت الوالدة؟ والله الحين 5 سنة كده تقريبا. الله يغفر لها ويرحمها. على ايام كانت موجودة وحية موجودة بحياتكم، كان في خلاف بينكم او كان في بعد او كان في جفاء موجود؟ لا بالعكس بالعكس والله. كان لا في بالعكس، تقارب؟ بس هي توفت وأنا ما يعني لما هي توفت أنا كنت بعيدة مسافرة، وبعدين سمعت عنها كده. يعني انت ما شفتيها زمان وبعدين توفت الوالدة؟ لا هي كانت معانا، بس هي رجعت كانت مشت مكان وتوفت فيه. شوفي الرؤية تقول ان الوالدة تشوفك من بعيد بس ما تقرب وما تسأل وما تكلم، هذا يدل على انه كان في بعد، او انه انت ابتعدتي عن الصدقة، او ان في شيء قاعد يحدث الان، انت قاعد يحدث منك شيء ما يرضي الوالدة. اما انه مفرطة في العافية ومفرطة في الصحة، انت مزوجة ولا لا؟ لا يعني في امر يغضب الوالدة، لو اطلعت عليه الان اغضبها. في شيء قاعد يغضب الوالدة عليك، انتبهي. أوكي. استودعك الله يا همسة، شكرا لك. حلمت زوجتي كأن عمها وزوجته يطبخون لحم قرود، وكأن زوجتي تطالع متقززة وتقول تأكلونه. قالت زوجته ايوه، وكأن زوجتي قالت لا، قالت انا ابغى اكل دجاج. وبعدين كأن زوجة عمها ضربتها عظمة القرد في دبرها، وكأنها دخلت العظمة في الرحم، وكأن زوجتي تصارخ، وبعدين طلعتها، وكأن أم زوجتي تطالع وهي خايفة منها فقط. في صلة قرابة بين زوجتك وبين؟ يمكن من بعيد، يعني والله ما أتذكر، ما أدري إني سألتها. بس أنا بساعدك يا شيخ، أو أنا بقول معلومة ممكن تساعدك في تفسير الحلم. والله بالحلال انها واضحه وضوح الشمس بعز الظهيره، لكن انا ما ادري اقول ولا اسكت. لا قول، لأن العلاقة أصلا متوترة، يعني مو متوترة، لكن يعني ما في ذيك العلاقة القوية بينهم الاثنين، ودائما يخافوا من المرأة هذه يعني. طيب خلني أقول لك شيء، ساعدني، قول اللي بخاطرك عشان أنا بقول لك أنا. طيب أنا متزوج لي تقريبا 8 سنوات. أجهضت زوجتي مرتين خلال ال5 سنوات اللي فاتوا، وبعدين الحمد لله ربي رزقنا بالأطفال. 5 سنوات يعني اللي وقت الإجهاض، يعني كان يعني الدكاترة كل شوية يطلعون بمشكلة عندها، كل شوية بمشكلة. فهذه الأشياء يعني ممكن قلت عين أو يعني ما أعرف. طيب شوف، خليني بتكلم بصفة عامة وأنت كل لبيب بالإشارة يفهمه. دائما طبخ القرود أو أكل القرود دائما كله شوفكم حسبي الله ونعم الوكيل، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، ريوف شكرا، كذلك أسيل والشباب الموجودين كلكم بيض الله وجهكم. أشوف الداعمين حقيقة، لكن ما أبغى أقطع الكلام بيني وبين أبو حمدان حتى نخلص وبعدين بنرجع لكم، وبطلع الشباب اللي موجودين بمشي. بطول معكم الليلة. طبخ القرود واكلها هذا يدل على انه الاشخاص اللي يطبخ قرد وياكله هذا شخص يغتاب، هذا الشخص مغتاب ومؤذي للاخرين، يغتاب الناس ويؤذي الاخرين، ويغتاب الناس اساسا هم غير جيدين. يعني انا اغتاب شخص غير جيد، واغتابه، يعني فلنفرض انه محمد من الناس سيء جدا، لكن انا اغتبته واذيته مع العلم انه سيء اصلا، هو سيء لكن انا اذيته. اما الضرب بالعظم وادخاله في هذا المكان هذا يدل على ايذاء هذه المراه، ايذائها من قبل احد بعمل واقرب ما له عمل، اما سحر او حسد قوي جدا وبلغ مداه. أوذيت البنت هذه ربما فترة من الزمن أو لا زالت تؤذى. والله إلى الآن تعبانة يا دكتور من نفسيتها وعصبية مستمرة وما هي عارفة إيش أنا أعطيك وش تسوي. خلاص واضح الرؤية، هي تأذت من أمر. طيب لذلك خلاص جيب لها ماء وملح ومرة من الآن، اقرأوا عليه سورة الفاتحة والزلزلة والآيات اللي ذكرتهم قبل شوي، خاصة الآية 23 في سورة الفرقان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
اقرأوا الآية هذه على سورة الزلزلة، على سورة الفاتحة بماء وملح، وتتنقع فيه حتى منتصف السرة، وكذلك على زيت زيتون، تدهن منطقة الأرحام والمنطقة الخلفية كاملة، الأرداف بالحوض كاملا مع منطقة السرة والجبين ليليا باستمرار بدون توقف حتى تسلم وتتعدل أحوالها. نعم. الله يعطيك العافيه.